يجب أن تتوقف عن تدمير ذاتك بسبب أفكار سوداوية تضرك أكثر من أي مؤثر خارجي. يجب أن تلغي من حياتك سلبيات كثيرة قبل أن تضيف إليها إيجابيات بديلة تجعل منك إنسانا أفضل. قبل التفكير بتحقيق الثراء والشهرة والسعادة وكافة الطموحات الجميلة، يمكنك أن تصبح إنسانا أفضل بمجرد التوقف عن اتخاذ مواقف وهواجس تجعلك غير قابل للتطوير والإضافة. يجب أن تتوقف أولا وقبل فوات الأوان عن جلد ذاتك والتقليل من قدراتك، عن تذكر الأخطاء التي ارتكبتها وفات أوان إصلاحها، وعن تكرار ذات الأخطاء في المستقبل، عن الأخذ بثأرك أو الانتقام ممن ظلمك، وعن قول نعم وأنت ترغب بقول لا، وعن التدخل في حياة الآخرين بحجة النصيحة، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتتوقف عن مصادقة الفاشلين فالفشل معدي بالفعل، وعن محاولة تقليد شخص آخر، وعن الكذب على نفسك وتجاهل السلبيات في شخصيتك، وعن محاولة شراء السعادة بالمال، وعن البحث عن السعادة لدى الآخرين، وعن محاولة شراء احترام الناس بالمال أو المنصب أو حتى اسم العائلة، وعن محاولة العيش بمثالية فالكمال لله وحده، وعن تأجيل أي عمل جميل حتى تكون مستعد، وتتوقف عن إضاعة عمرك بالمنافسة أو الغيرة أو الحقد على أحد، وعن النزول لمستوى من يغار منك أو يحقد عليك، وعن محاولة إصلاح الناس فرحم الله رجلا شغلته نفسه عن إصلاح غيره.